عشان كده بقول لك احنا في الكنيسة هنا بنعمل ايه؟ بنتهيأ بنتوضب زي العروسة اللي بيزوقوها. هي عروسة ما فيهاش كلام، مختارة ما فيش نقاش، لكن العروسة بتتوضب. احنا مختارين بنعمة المسيح. تخليش حد يشككك في ده. احنا مخلوقين لده طبعا، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها. طب ما ليه الآلام اللي بتقع علينا ديت إذا كنا مختارين ومقدسين ومبررين؟ أمال ليه الآلام دي؟ بقول لك ده توضيب. ينفع ان الواحد يروح وهو مش متوضب ولا شكله حلو؟ ممكن عروسة تروح وهي ملخبطة؟ لا لا لا، قال انا شفتها عروسة مهيئة نازلة من السماء. امال احنا جايين من ايه؟ احنا مش من الارض. بيقول دي نازلة من السماء، بس يا عم احنا عايشين في الارض. لكن صدقني مولودين من السماء، ولما تشوف منظرنا في الاخر في لقاء المسيح احنا نازلين من السماء، مش ارضيين، مش ترابيين، مش جسدانيين، مش من العالم. احنا في مكان التجهيز كل واحد فينا. ولما تكمل القصة ديت هتشوف في المدينة الجديدة، السماء الجديدة، الأرض الجديدة، الوجود الجديد. طول ما احنا عايشين بالقديم بنلخبط. لكن عيش بإنسانك الجديد اللي جواني كده وبص لجميع الناس، غير لما الواحد بيعيش زي بقية البشر ولا يمارس أي حاجة المحبة على مستوى الجسد. ادخل الجديد، انت مدعو لسماء جديدة وأرض جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت. قولي طب نفسي أعيش يوم في السماء. عيش يوم في الكنيسة تعيش في السماء. زمان لما ابتدينا نسهر للصبح في كياك مثلا ولا في أعياد القديسين وتسبيح طول الليل، وكان ناس كتير قوي ما شافتش ده وما عاشتوش. فجاني واحد راجل كبير كده أول مرة يحضر التسبيح، جاني تاني يوم قال لي تعرف روحت أنام ولقيت نفسي مش بنام. ده عقلي والتسبيح في ودني طول الوقت اللي أنا يعني. وبعدين صحيت من النوم قلت إيه، كأني أنا كنت في كنيسة ولا إيه؟ يعني كأن العالم ده والاهتمامات مجرد سهر ليلة في الكنيسة بروح غطى عليه الحياة. عشان بقول لك ما تدوق السماء، ما تسبح تسبيح الكنيسة بروح، ما تصلي، ما تقف في الهيكل. يقول إذا وقفنا في هيكل نحسب كالقيام في السماء. بحق، صدقني بحق. طب ما ساعات الواحد يشوفه ده بيجري وده بيلعب وده بيكلم في التليفون في الهيكل، ده ايه ده الناس مش عارفة. بس ده نوع من سميه بقى عدم المعرفة، سميه جهل، سميه عدم إدراك. الهيكل السماء جديدة ما تقدمش. يقول لك طب مش هنزهق؟ الأمور اللي انت عايش فيها ديت محدودة. أما تدخل في الأبدية، في اللا حدود، في اللا زمن. تاني أقول لك الشرح بتاع الأمور الروحية يصعب علينا جدا إن احنا نتكلم فيه بالأشباه والماديات.